تم حصر العملات دي في قسم الرياض الخرطوم. متواجدة كل الماكينات بتاع تزوير العملة دي، اللي هي تزوير تم عن طريق الميليشيا المتمردة. طيب السؤال اللي بيطرح الآن إنه دي كلها كمية أحبار تم استهلاكها لتصنيع النقود دي. فالسؤال كم فئة الفئة دخلت السوق، وطبعا بتعمل مهدد اقتصادي لأمن الاقتصاد الوطني. طبعا دي كلها أحبار فاضية، كلها تم استهلاكها في طباعة الأوراق دي. فده بيعني إنه عندنا كمية كبيرة من العملة في السوق هي مزورة تماما. ليه؟ لأنه بنشوف إنه الورقة التأمينية، الورقة بتاعت التأمين هنا زي ما شايفين فيها كل العلامات، حتى العلامات المائية موجودة فيها هنا، حتى العلامات المائية موجودة فيها. إذن ده زي ما شايفين هنا، أيوة كل العلامات المائية المفروض تكون في العملة هي موجودة في الورقة التأمينية دي. إذن ده غش واحتيال.